حتى الاي اي بحفل عليك، ما بقاش غير الاي اي وحفل عليك. الذكاء الاصطناعي يا جدع بيقل منك، والله العظيم بيقل منك، ومخلي صورتك زي الزفت. في الفترة الأخيرة طلع علينا إعلان اتصالات وكان بيحفلوا على نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بالصورة اللي قدامكم دي. ده جزء من الفيديو. وبعدها على طول طلع إعلان دومتي رامز جلال كان بحفل برضه على جمهور نادي الزمالك والزمالك. واخيرا الاي اي بحفل على نادي الزمالك. بس الاي اي ما بحفلش، دي الحقيقه. اه والله زي ما بقول لك كده، هي دي الحقيقه. بعض الناس دخلت شويه معلومات للاي اي فطلع لنا الصوره اللي قدامكم دي. المعلومات بقى اللي دخلت للاي اي عباره عن ايه؟ اول حاجه قالوا له ان الزمالك فوت مباراه بيراميدز، وبعدها على طول دفعوا فلوس باتشيكو ودفع فلوس خالد بوطيب وفكوا القيد وهيجيبوا صفقات. ده ومش بس كده، قبلها بشويه نادي الزمالك كان موافق عادي ان هو ياجل مباراه النادي الاهلي، وبعدها على طول نادي الزمالك قال لك لا انا مش ماجل المباراه وهلعب بحكام مصريين، بعد ما بيراميدز طلب من نادي الزمالك يعمل كده. وبيراميدز قال له ايه بقى؟ هعوضك. وفعلا عوضه بتجديد عقد بنتائج. لما دخلنا المعلومات دي للاي اي طلع لنا الصوره دي، ان الكلبه البيضه اللي ما عندهاش كرامه واقفه في وسط بتوع بيراميدز وبحدفوا عليها فلوس. هي دي الرقاصه بتاعتهم. والله العظيم الاي اي ده طلع الواقع اللي احنا عايشين فيه، وجمهور نادي الزمالك مش مصدق ده. ابعتها له وقول له كل سنه وانت طيب، وشوف ناديك المهزأ الاي اي بيعمل فيه ايه. بس كده، يلا سلام.